اهلا بيكم في فيديو جديد ويا رب تكونوا بخير. وفي الفيديو ده هشرح ان شاء الله المحاضرة رقم 12 في الريجونال بايوميكانكس، وهي تاني محاضرة في الانكل جوينت. بس قبل ما نبدأ انزل اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، ويلا نبدأ. هنبدأ دلوقتي المحاضرة رقم 12 في الريجونال بايوميكانكس، وهي تاني محاضرة في الانكل جوينت. واول حاجة هنتكلم عليها في المحاضرة دي هو الانكل جوينت. الانكل جوينت بيكون ليه اسم تاني اسمه التيلو كرورال جوينت. يعني لو انت لقيت كلمة تيلو كرورال جوينت فهو قصده بيها الانكل جوينت. تعالوا نعرف ايه هو الانكل جوينت بالظبط. The ankle is a simple hinge joint، يعني ليه 1 degree of freedom consisting of الtibial plafond والmedial malleus of التibia والlateral malleus of الفيبولا والtalus bone. هو بيتكون من الtibial plafond والmedial malleus والlateral malleus بتاعت الفيبولا والtalus bone. تعالوا نعرف بقى الانكل جوينت ده articulation بين ايه وايه. بيقول لك الانكل او التيلوكرورال جوينت is the articulation of the talus with the rectangular cavity formed by the distal end of the tibia and the post malleoli. بيقول لك ان الانكل جوينت ده عباره عن articulation ما بين التيلس بون وما بين الريكتانجولار كافيتي اللي بيكونها الديستال اند اوف التibia والبوست malleoli. اخر حاجه معانا في السلايد دي بيقول لك the talocrural joint is often referred to as mortise. عارفين لما النجار بيعمل قطعه خشبه زي دي اللي انا مشاور عليها دي وبيسيب فراغ فيها عشان يدخل فيها قطعه خشبه تانية، فهو بيشبه الانكل جوينت او التيلوكرورال جوينت بالمورتس بتاعه النجار، ان هو بيكون فيه ريكتانجولار كافيتي بيدخل فيها التيلس. وطبعا الريكتانجولار كافيتي دي احنا قلنا بتتكون من الديستال اند اوف التibia والبوست malleoli. تعالوا نكمل الانكل جوينت. بيقول لك the axis is set at a slightly oblique angle. The ankle axis can be estimated by palpating the tips of الماليولاي. بيقول لك ان الاكسس بتاع الانكل جوينت بيكون واخد سنه اوبليك، يعني مش بيكون هوريزونتال تماما، لا بيكون واخد سنه ايه، اوبليك. وبيقول لك الكلام ده هتحسه لو جيت لمست بصباعك اللاترال مايلس اوف الفيبولا وبصباع تاني الميديال مايلس اوف التibia، هتلاقي ان اللاترال مايلس ديستال شويه او نازله لتحت شويه عن ايه، عن الميديال مايلس اوف التibia. فعشان كده الاكسس بتاع الانكل جوينت بيكون واخد اوبليك انجل. تعالوا نعرف الانجل اللي واخدها الاكسس بتاع الجوينت ده قد ايه. بيقول لك the ankle axis forms an approximately 10 degree angle with the horizontal axis in the coronal plane. لو احنا جينا بصينا على الانكل جوينت من البوستيريور فيو يعني في الكرونال بلين، هنلاقي ان الاكسس بتاع الانكل جوينت واخد 10 ديجري مع الهوريزونتال لاين او الهوريزونتال اكسس. وبيقول لك the ankle axis forms an approximately 6 degree angle with the horizontal axis in the transverse plane. يعني لو انت جيت بصيت على الفوت من السوبيريور فيو هتلاقي الاكسس بتاع الانكل جوينت عامل 6 انجل ديجري مع الهوريزونتال لاين او الهوريزونتال اكسس. فركزوا في النقطة دي عشان ممكن في الامتحان يعكسها، ممكن مثلا يقول لك الانكل اكسس forms an approximately 6 angle degree with the horizontal axis in the coronal plane، فهتبقى غلط، هتكون in the transverse plane. فلو انت ركزت في الصورة هي في الكرونال بلين عاملة 10 ديجري انجل مع الهوريزونتال لاين، وفي الترانسفيرس بلين عامل 6 ديجري انجل مع الهوريزونتال لاين. فلو انت ركزت في الصورة انت مش محتاج تحفظها. Because of the deviation of the ankle axis, dorsiflexion is associated with slight abduction and eversion، والplantar flexion is associated with slight adduction and inversion. يعني ايه معنى الجملة دي؟ لو احنا جينا ركزنا في اول سلايد قلنا ان الانكل is a simple hinge joint، يعني ليه 1 degree of freedom. الحركة الأساسية بتاعت الانكل جوينت هي الدورسيفليكشن والبلانتر فليكشن، بس الانكل جوينت بيساهم بنسبة بسيطة في حركات تانية زي الانفيرجن والايفيرجن والإيديدكشن والإيبيدكشن بتاعة الفوت. فهو بيقول لك بسبب ان الاكسس بتاع الانكل جوينت واخد انجل اوبليك، يعني مش ماشي بشكل مستقيم او هوريزونتال، فلما بيجي يعمل دورسيفليكشن بيحصل معاها سلايد إيبيدكشن اند ايفيرجن، ولما بيجي يحصل بلانتر فليكشن او لما بيجي يعمل بلانتر فليكشن بيحصل معاها سلايد ريدكشن اند انفيرجن. بس خلينا متفقين ان الحركه الاساسيه بتاعته هي الدورسيفليكشن والبلانتر فليكشن، بس بسبب الاوبليكتي اللي واخدها في الانجل او في الاكسس بتاعته بيحصل معاها حركتين تانيين بصوره بسيطه. نيجي على معلومه بيقول لك the talus is free to move in dorsiflexion and plantar flexion around the mediolateral axis. ده الكلام اللي احنا لسه قايلينه من شويه، ان الانكل جوينت الحركه الاساسيه بتاعته هي الدورسيفليكشن والبلانتر فليكشن، وده بيحصل حوالين انهي اكسس؟ بيحصل حوالين الميديولاترال اكسس but is highly concentrated along the vertical axis and the AP axis اللي هو الانتيرو posterior axis. بيقول لك ان الحركه الاساسيه بتاعته هي الدورسيفليكشن والبلانتر فليكشن بتاعت التالس.
تمام، بس بيساهم بصورة بسيطة جدا في الفيرتيكال اكسس والاي بي اكسس. الحركة اللي بتحصل حوالين الفيرتيكال اكسس هي الابدكشن والادكشن بتاعت الفوت، والحركة اللي بتحصل حوالين الانتيرو بوستيرو اكسس هي الانفيرجن والايفيرجن، والكلام ده هنوضحه بالصور كمان شوية. دلوقتي الصورة دي بتوضح لك ان كل حركة في الفوت بتحصل حوالين انهي اكسس. يعني دي كده الدورسي فليكشن ودي كده البلانتر فليكشن. الدورسي فليكشن والبلانتر فليكشن بيحصلوا حوالين الميديولاترال اكسس، وبيحصلوا في انهي بلين؟ بيحصلوا في الساجيتال بلين. والانفيرجن والايفيرجن، الانفيرجن لو الفوت بتاعتك لفت لجوه، والايفيرجن لو الفوت بتاعتك لفت لبره. تمام، الانفيرجن والايفيرجن بتحصل حوالين الانتيرو بوستيرو اكسس اللي هو الاي بي اكسس، وبتحصل في الكرونال بلين. نيجي على اخر حركتين معانا وهما الايديدكشن والابيدكشن. لو رجلك دخلت لجوه دي اسمها ايديدكشن اوف الفوت، ولو رجلك طلعت لبره دي اسمها الابيدكشن اوف الفوت. والحركه دي بتحصل حوالين الفيرتيكال اكسس، وبتحصل في انهي بلين؟ بتحصل في الترانسفيرس بلين. لو انت بتسمعي دلوقتي ومش عارف ايه هو الاكسس وايه هو البلين او متلخبط فيهم، اكتب لي في الكومنتات عشان اعمل لكم فيديو لوحده ان شاء الله ليه هشرح فيه البلين وهشرح فيه الاكسس. نيجي على السب تيلر جوينت، والسب تيلر جوينت ده من اسمه بيقول لك ان هو جوينت تحت التيلس. احنا دايما كنا بنقول كلمه سب دي يعني تحت، وتيلر دي جايه من كلمه التيلس بون، فهو جوينت تحت التيلس. تمام، ولو احنا جينا بصينا على الصوره دي كده التيلس بون ودي الكالكينياس، فهو الجوينت اللي ما بينهم ده كده ايه اللي انا مشاور عليه؟ ده هو السب تيلر جوينت. بيقول لك the subtalar joint axis set an oblique angle، برضو الاكسس بتاع السبتيلر جوينت عامل oblique angle. The subtalar joint axis forms 42 angle degree with the horizontal line أو horizontal plane and forms 16 degree angle medially from the midline. لو احنا جينا بصينا على السبتيلر جوينت من الميديال سايد أو الميديال فيو، هنلاقي إن الأكسس بتاع السبتيلر جوينت عامل 42 angle with the horizontal line. ولو احنا جينا بصينا على الصورة التانية من السوبيريور فيو، هنلاقي إن الأكسس بتاع السبتيلر جوينت عامل 16 degree angle medially from the from the midline. ركز في المعلومة دي قوي عشان ممكن يعكسها في الامتحان. ممكن يقول لك السبتيلر جوينت اكسس فورم 16 degree angle laterally from the midline، ففي الحالة دي هتكون غلط. نيجي على معلومة بيقول لك the subtalar joint consists of 3 articulation. هو عبارة عن 3 articulation ما بين ايه؟ ما بين التيلس وما بين الكالكينيس. طب الارتيكوليشن دي عبارة عن ايه؟ او بين ايه وايه؟ بين البوستيريور والميدل والانتيريور فاسد اوف الكالكينيس اند التيلس. الصورة دي كده الفوت من السوبيريور فيو، تمام، وده كده السبتيلر جوينت. احنا جينا اخدنا التيلس وقلبناها على ظهرها علشان نشوف الارتيكوليشن بتاعها مع ايه؟ مع الكالكينيس. تمام، يعني ده كده الانفيريور سايد او الانفيريور فيو بتاع التيلس، تمام، وده السوبيريور فيو بتاع الكالكينيس. احنا جينا فتحنا السبتيلر جوينت عشان نشوف الارتيكوليشن. تمام، اتمنى تكونوا فهمتوا الصورة، ولو الصورة مش واصله لكم هندخل كمان شوية في الاطلس ال 3 دي وهنشوف الجوينت 3 دي مع بعض. فهو بيقول لك السبتيلر جوينت هي عباره عن ارتيكوليشن ما بين الانتيريور فاسيت بتاعه التيلس والانتيريور فاسيت بتاعه الكالكينيس، والميدل فاسيت بتاعه التيلس والميدل فاسيت بتاعه الكالكينيس، والبوستيريور فاسيت بتاعه التيلس وبرده البوستيريور فاسيت بتاعه الكالكينيس. تعالوا ندخل مع بعض الاطلس ونشوف الجوينت مع بعض 3 دي. كده احنا دخلنا جوه الاطلس، ده كده الرايت فوت واحنا بصينا عليه من السوبيريور فيو، وده كده ايه اللاترال سايد او اللاترال فيو. ده كده السبتيلر جوينت اللي انا مشاور عليه ده كده ايه السبتيلر جوينت، دي التيلس بون ودي الكالكينياس، فالجوينت اللي بينهم اسمه السبتيلر جوينت. تعالوا نمسك التيلس بون ونبص عليها من الانفيريور فيو. اهي دي كده التيلس، دي كده البوستيريور فاسد، تمام، وده كده الميدل فاسد، ودي كده ايه؟ دي الانتيريور فاسد. الجزء ده اللي انا مشاور عليه ده كده ايه؟ الانتيريور فاسد. يبقى ده كده البوستيريور فاسد، اكبر حته او اكبر فاسد هي البوستيريور فاسد، وده الميدل فاسد، ودي الانتيريور فاسد. تمام، تعالوا نرجع الفوت تاني زي ما كان، ده كده التيل سبون ودي الكالكينياس. وتعالوا نبص على الكالكينياس برضو من فوق. دي كده الكالكينياس من السوبيريور فيو، دي البوستيريور فاسد، برضو اكبر فاسد فيهم هي البوستيريور فاسد، واللي في النص دي اكيد الميدل فاسد، والصغيره دي هي الانتيريور فاسد. تمام، دي البوستيريور ودي الميدل ودي الانتيريور. كده اعتقد ان لو حد ما كانش فاهم الصوره دي بعد لما دخلنا الاطلس الصوره وضحت. تعالوا ندخل على الترانسفيرس تارسال جوينت. والترانسفيرس تارسال جوينت ده عباره عن تو جوينتس. اول جوينت معانا وهو التيلو نافيكولار جوينت، ومن اسمه هو جوينت ما بين التيلس وما بين النافيكولار بون.
وتاني جوينت معانا وهو الكالكينيو كيوبويد، وبرده من اسمه هو ما بين الكالكينيوس وما بين الكيوبويد بون. بيقول لك الترانسفيرس تارسال جوينت also known as a mid tarsal or shepherd joint. الترانسفيرس تارسال جوينت ده بيكون ليه اسمين تانيين، ممكن يتسموا الميد تارسال جوينت او الشوبرت جوينت. بيقول لك ان الترانسفيرس تارسال جوينت consists of two anatomically distinct articulation اللي هم التيلونافيكولار والكالكينيو كيبويد اللي احنا لسه قايلينهم من شويه. لو احنا جينا بصينا على الصوره دي كده النافيكولار بون ودي التيلس، فالجوينت اللي ما بينهم اللي انا مشاور عليه ده اسمه ايه؟ اسمه التيلونافيكولار. وبرده الجوينت اللي ما بين الكالكينيوس وما بين الكيوبويد دي كده الكيوبويد ودي كده الكالكينيوس، الجوينت اللي ما بينهم اسمه الكالكينيو كيوبويد. ولو احنا ركزنا في الصوره هنلاقي ان الجوينت ده بيوصل او بيربط الرير فوت مع الميد فوت. بيقول لك these joints connects the rear foot with the mid foot. تعالوا نتكلم على كل جوينت فيهم، واول جوينت هنتكلم عليه وهو التيلو نافيكولار جوينت. بيقول لك التيلو نافيكولار جوينت is the medial compartment of the transverse tarsal joint. لو احنا جينا بصينا على الصوره احنا قلنا التو جوينتس دولت اسمهم ايه؟ اسمهم الترانسفيرس تارسال جوينت او اسمهم الميد تارسال جوينت او اسمهم الشوبرت جوينت. تمام؟ التيلو نافيكولار جوينت ده هو الميديال بارت او الجزء الميديال من الترانسفيرس تارسال جوينت، اما الكالكينيو كيوبويد هو الجزء اللاترال. تمام؟ بيقول لك التيلو نافيكولار جوينت is the articulation between the convex head of the talus and the concavity of the proximal side of the navicular. بيقول لك ان الجوينت ده عباره عن articulation between الكونفكس هيد بتاعه التيلس والكونكافيتي بتاعه البروكسيمال سايد اوف النافيكولار، وده هنشوفه 3D في الاطلس لما نفتحه. دلوقتي ده كده معانا الرايت فوت برضو، تمام؟ والجوينت اللي ما بين التيلس ده كده التيلس بون ودي النافيكولار بون، الجوينت اللي ما بينهم اللي انا مشاور عليه ده هو التيلو نافيكولار جوينت. تمام؟ وهو جوينت عباره عن الكونفكس هيد او ما بين الكونفكس هيد اوف التيلس دي كده الكونفكس هيد اوف التيلس، تمام؟ مع الكونكافيتي او مع البروكسيمال سايد اوف النافيكولار بون. ده كده ايه؟ البروكسيمال سايد اوف النافيكولار بون واخد شكل كونكيف. تعالوا نتكلم على الكالكينيو كيوبويد جوينت، وزي ما قلنا من شويه ان التيلو نافيكولار جوينت ده هو الميديال بارت او الميديال كومبارتمنت بتاع الترانسفيرس تارسال جوينت، اما الكالكينيو كيوبويد جوينت هو اللاترال كومبارتمنت بتاع الترانسفيرس تارسال جوينت. بيقول لك ان الكالكينيو كيوبويد جوينت عباره عن articulation between the distal surface of الكالكينيوس دي كده الكالكينيوس بون، اخر جزء فيها او هو الديستال سيرفيس اوف الكالكينيوس بيعمل articulation مع البروكسيمال سيرفيس اوف الكيوبويد. يعني اخر جزء في الكالكينيوس بيعمل articulation مع اول جزء في الكيوبويد. وتعالوا نبص عليه برضو 3D في الاطلس. ده كده الرايت فوت برضو، دي كده الكالكينيوس وده الكيوبويد، الجوينت اللي ما بينهم اسمه الكالكينيو كيوبويد جوينت. هو عباره عن ارتكيوليشن مع الديستال بارت اوف الكالكينيوس والبروكسيمال بارت اوف الكيوبويد. نيجي على شويه نوتس مهمه جدا جدا. احنا في اول الفيديو قلنا ان الحركه الاساسيه اللي بتحصل في التيلو كرولر جوينت او الانكل جوينت هي ايه؟ هي الدورسي فليكشن والبلانتر فليكشن، وبسبب ان الاكسس بتاع الانكل جوينت واخد اوبليك انجل فبيحصل مع الدورسي فليكشن ايه؟ ايبيدكشن وايفيرجن، والبلانتر فليكشن بيحصل معاها سلايد ايدكشن وانفيرجن. تمام؟ بس الحركه الاساسيه بتاعته هي الدورسي فليكشن والبلانتر فليكشن. في النوتس دي هنعرف كل جوينت ايه الحركه الاساسيه بتاعته وايه الحركه اللي بيساهم فيها. فاول حاجه بيقول لك ان الانفيرجن والايفيرجن بيحصل في السبتيلر جوينت وبيحصل في الميد تارسال جوينت. دي الحركه الاساسيه بتاعه السبتيلر جوينت وبتاعه الميد تارسال جوينت. وبرده الايدكشن والايبيدكشن بتحصل في السبتيلر جوينت، ودي برده الحركه الاساسيه. يعني السبتيلر جوينت الحركه الاساسيه بتاعته انفيرجن وايفيرجن وايدكشن وايبيدكشن، بس بيساهم بنسبه صغيره برده في الدورسي فليكشن والبلانتر فليكشن، بس دولت الحركتين الاساسيين بتوعه. والايدكشن والايبيدكشن بتحصل في الميد تارسال جوينت بس بنسبه قليله. نيجي على تالت معلومه معانا وهي احنا لسه قايلينها في اول الفيديو، الدورسي فليكشن والبلانتر فليكشن بتحصل في التيلو كرولر جوينت اللي هو الانكل جوينت. رابع معلومه معانا بيقول لك التيلو كرولر جوينت has a very little motion of الايفيرجن اند الانفيرجن والايبيدكشن اند الايدكشن. وطبعا احنا في اول الفيديو عرفنا هو ليه بيساهم بحركه بسيطه من الايفيرجن والانفيرجن والايبيدكشن والايدكشن بسبب ان الاكسس بتاعه عامل اوبليك انجل. خامس نوت معانا بيقول لك السبتيلر جوينت has a very little motion of البلانتر فليكشن والدورسي فليكشن. وقلنا من شويه ان السبتيلر جوينت الحركه الاساسيه بتاعته هي الانفيرجن والايفيرجن والايدكشن والايبيدكشن. تمام؟
فتعالوا نجمع دلوقتي كل جوينت ايه الحركة الأساسية بتاعته وايه الحركة اللي بيساهم فيها. التيلوكرال جوينت الحركة الأساسية بتاعته البلانتر فليكشن والدورسي فليكشن، بس بيساهم بصورة بسيطة في الإيبيدكشن والإيديدكشن والإيفيرجن والإنفيرجن. أما السبتيلر جوينت الحركة الأساسية بتاعته الإيديدكشن والإيبيدكشن والإنفيرجن والإيفيرجن، وبيساهم بصورة بسيطة في الدورسي فليكشن والبلانتر فليكشن. أما الميتارسال جوينت الحركة الأساسية بتاعته هي برضو الإنفيرجن والإيفيرجن والإيدكشن والإيبيدكشن، بس بيعملها بصورة قليلة عن الإنفيرجن والإيفيرجن. نيجي على نوت تانية برضو مهمة، بيقول لك الموشن اوف السبتيلر جوينت ار ايدنتيكال ان الويت بيرنج اند النون ويت بيرنج. بيقول لك الحركة في السبتيلر جوينت سواء في الويت بيرنج أو النون ويت بيرنج بتكون ايدنتيكال. والويت بيرنج ده احنا بنسميه كلوزد كاينيتيك تشين، والنون ويت بيرنج ده احنا بنسميه اوبن كاينيتيك تشين. واتكلمنا عن الكلوزد والاوبن كاينيتيك تشين في الني جوينت. نكمل بقيه النوت. بيقول لك ان النون ويت بيرنج التيلس از ستيشنري يعني بتكون ثابته، والكالكينياس موفز اون التيلس اند الفايس فيرسا. في النون ويت بيرنج دي معناها الاوبن كاينيتيك تشين، واحنا اتكلمنا لو انت في الاوبن كاينيتيك تشين البروكسيمال بون بتكون ثابته والديستال بون هي اللي بتتحرك. فلو انت في النون ويت بيرنج البروكسيمال بون هي التيلس هي اللي بتكون ستيشنري بتكون ثابته، والديستال بون هي الكالكينياس هي اللي بتتحرك. ولو انت في الويت بيرنج هيحصل العكس، الديستال بون هي اللي هتكون ثابته والبروكسيمال بون هي اللي هتتحرك. فاتمنى تكون النقطه بتاعه الويت بيرنج والنون ويت بيرنج وصلت لكم، واحنا كنا شارحينها قبل كده في الني جوينت. نيجي على اخر سلايد معانا في فيديو النهارده، وبيقول لك ان السوباينيشن والبرونيشن ار اوفن تيرمد تراي بلينر موفمنت. في حركتين بيحصلوا في الفوت اسمهم السوباينيشن والبرونيشن، وبنسميهم تراي بلينر موفمنت. طب ليه بنسميهم تراي بلينر موفمنت؟ عشان الحركتين دولت عباره عن 3 حركات، والثلاث حركات دولت بيحصلوا في 3 بلين، عشان كده احنا سميناهم تراي بلينر موفمنت. السوباينيشن هي عباره عن مجموعه 3 حركات احنا لسه قايلينهم من شويه، عباره عن ايه؟ عباره عن بلانتر فليكشن مع انفيرجن مع ايديدكشن. تمام، دي كده بنسميها ايه؟ بنسميها السوباينيشن. والبرونيشن عباره عن ايه؟ عباره عن الدورسي فليكشن مع الايفيرجن مع الايبيدكشن، عشان كده احنا سميناهم تراي بلينر موفمنت. فخلوا بالكم من النقطه دي عشان بيتلعب فيها كتير في الامتحانات. مثلا ممكن يقول لك السوباينيشن عباره عن بلانتر فليكشن وانفيرجن، ويجي ايه يغير اخر حركه ويقول لك الايبيدكشن. وطبعا احنا كنا عارفين ان الثلاث حركات دولت اصلا بيحصلوا مع بعض لما كنا بنتكلم في الانكل جوينت. وبكده يبقى احنا خلصنا فيديو النهارده، واتمنى يكون كان فيديو سهل، واتمنى تكونوا فهمتوا، والسلام عليكم.